كابتن عباس نور الدين، طمنا على قطاع الناشئين بالنادي المصري، والف مبروك على تأهل لاعب قطاع الناشئين لمنتخب مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا قطاع الناشئين الحمد لله بيسير بخطى ثابته الحمد لله تجاه الهدف اللي احنا حاطينه من زمان، وهو اساسا السعي لتدعيم الفريق الاول بافضل العناصر الموجوده في قطاع الناشئين. مفيش شك ان الحمد لله ربنا اكرمنا واصبح دلوقتي هناك لاعبين في الفريق الاول امثال محمد مجدي واحمد بلال عارف واسلام صلاح وبسيوني ومحمد اسامه ابراهيم الجرايحي محمود العطر اسلام شتاوي لؤي المنصوري. يعني عدد كبير جدا من قطاع الناشئين الحمد لله. كابتن صبري تفضل مشكورا ان هو ضم افضل العناصر. هناك بعض العناصر من فريق 95 قادمون ان شاء الله باذن الله، امثال احمد جمال ومصطفى علي وعبد الناصر وابراهيم نور، وفي لاعب انا خدته من نادي المريخ كان مستغنى عنه مارادونا. ان شاء الله باذن الله هو خامه طيبه في فريق 95. انا بقول ان شاء الله القطاع لم ينضب. هناك بعض اللاعبين جيدين جدا في فرقه 98 و97 مستوى مبشر بالخير والحمد لله رب العالمين. اخرها انضمام اللاعب المهاجم عبد الرحمن ابو سعده لمنتخب مصر 98 اللي بيدربه الدكتور جمال محمد علي وكابتن محمد صلاح ابو جريشه. ان شاء الله باذن الله هذا الامر ليس نهايه ولكنها بدايه، لان انا باذن الله بدعي برضو جهاز منتخب مصر ان شاء الله لاقامه مباراه بين نادي المريخ وتدعيم من بورفؤاد والرباط والغزل والمصري وجميع انديه بورسعيد لمواليد 98 لاختيار بعض العناصر اللي انا من وجهه نظري شايفها انها باذن الله تعالى تفيد منتخب مصر في القريب العاجل من بورسعيد ايضا. فانا شايف الحمد لله القطاع بيسير بخطى ثابته. جميع الفرق الحمد لله اتسكنت، جميع الفرق بدات الشغل والحمد لله ما فيش اي مشاكل، الكل منضبط والكل بيعمل على قلب رجل واحد، ومفيش شك ان في مسانده فعاله من مجلس الاداره. اعتقد ان الهدف الرئيسي في كل ده ان احنا نهتم باولادنا، ولكن يتبقى طلب وحيد بناشد فيه السيد مدير امن بورسعيد بانه يعني يفرج عن فرق بورسعيد ويوافق على اقامه دوري قطاع الناشئين، وخصوصا ان جميع الدوريات في انحاء الجمهوريه بدا يتحط الجدول بتاعها وبدا يتم التخطيط ليها، امثال القاهره والمنصوره والاسماعيليه والسويس والغربيه يعني والصعيد مصر بدا كله يحط الجدول لدوري قطاع الناشئين. اتمنى من السيد اللواء السيد جاد الحق، واتمنى من الحاكم العسكري، اتمنى من محافظ بورسعيد التنسيق مع منطقه بورسعيد لكره القدم لاقامه النشاط لابنائنا الناشئين، وخصوصا ان هذا النشاط مهم جدا سعيا لخلق جيل جيد يستفيد منه المجتمع، بدلا من ان يكون الشباب دول لهم تاثير سلبي على المجتمع البورسعيدي. تمام، متشكره جدا يا كابتن وبالتوفيق. متشكر جدا واهلا بيكي في النادي المصري وبتمنى لكم التوفيق ان شاء الله.